ليلى ده خسر وخسرنا معاه. قلت لك من الاول اسلام اللي هيكسب، انت اللي ما سمعتش كلامي. حبيت الاعلانات، شربت اعلانات، شربت المنتجات اللي في الاعلانات. لو عايز تشرب اعلانات في اي وقت انا هنا قاعد طول اليوم. طب بص، انا عايز اعرف مين ده ابو نضاره. ده ايهاب شلبي مأمون، ابن صاحب الشركه. طب ماشي، لما تقول لي ابن صاحب الشركه وخلاص، مش لازم اسمه ثلاثي. احنا في القاهره هنا بنقولها ثلاثي، ما تكترش معايا، بدات احبك. وانا والله بحبك. طب ده اعلى ولا استاذ عابدين اعلى؟ ركز معايا. عابدين هنا عادي، اتفرجوا على ايه؟ مستر شلبي هنا، ايهاب هنا. يعني عابدين شلبي ايهاب. ثانيه بسرعه عشان احفظها. يلا، عابدين شلبي ايهاب. ايه يا حبيبي؟ حاجه معلش انا مضطر بس. واضح كده ان دينا هنا وانت هنا. لا بقول لك ايه، بس عشان اول الجواز انا كنت زمان مفتري. اتجوزت امتى؟ يا 6 شريف اسابيع بس. ايوه يا حبيبتي، من 6 اسابيع بس. اول اسبوع ده كان هحكي لك انا ماشي. انا هجيب من هنا، هجيب من هنا. ده دينا هنا وانت مش من هنا. شركة الأدوات الكهربائية طالبين يعملوا حاجة مختلفة في عيد الأم، مش عاوزين يعملوا إعلانات زي اللي فاتت، عاوزين يعملوا إيفنت علشان يصوروا تفاعل الناس. انا عندي فكره. احنا ممكن نشوف جروب ماميز قاعدين بس بطريقه مختلفه، نشوفه اونلاين مثلا، يتكلموا في الحاجات اللي هم متعودين يتكلموا فيها بس اونلاين مثلا. بس انا لسه بحاول افكر ممكن نعمل ده ازاي. يا خديجة هي فكرة حلوة، بس إحنا للأسف عملناها السنة اللي فاتت. كنت تيجي بدري شويه. طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ احنا ممكن نعمل ستاند اب كوميدي للامهات. ايه رايكم؟ كل ام تطلع وتحكي القصص بتاعتها في البيت والحاجات الكليشيهات اللي بتحصل على طول. مثلا مين هنا ابنه ما بيروقش اوضته، مين هنا بنتها بتعيط كل مره تسرح شعرها، الحاجات بقى اللي هي القلشه دي. حلوه دي، حلوه دي. واكتر ام تضحك تاخد فاوتشر تشتري اللي هي عايزاه. بالظبط. وكل ده بقى نعمل بيه فيديوهات. كده احنا عندنا ايه؟ كونتنت للسوشيال ميديا، وطبعا هنلم ريتش. فكرة حلوة أوي فكرة السوشيال ميديا. أوكي يا فخر، قول حاجة. لا انا كنت بتكلم مع نفسي بس بظبط حاجه، معلش. طب قول لنا بتفكر في إيه، قول يا حبيبي. ماشي، انا يعني عندي تعليق على فكره الستاند اب كوميدي دي. يعني احس الامهات مش كلهم ياكل معاهم فكره الستاند اب كوميدي دي، او مش كلهم هيفهموها. انا بتكلم برضو عن ايه، مثلا الطبقه المتوسطه او تحت المتوسطه. انا مش قصدي حاجه يعني. ماشي، انا مثلا سالت كده سؤال، لو في حاجه غلط قولوا لي. ان هو مين اكتر واحد بيجيب هديه للام؟ الطفل. فانا حسيت لازما الايفنت يكون فيه اطفال، او فكرته مبنيه مثلا اكتر حاجه على الاطفال. فانا كاتب ان احنا هنعمل زي فقره، كل طفل هيكتب رساله لامه في ورقه، والورق ده هيتجمع ويترقم ويتحط في مكانه، وتيجي الامهات تبص على الورق ده. الام اللي هتعرف خط ابنها تبقى دي الام المثاليه. لا 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 لا، وحشه وحشه. لا حلوة قوي على فكرة. وساعتها يبقى تصميمات الايفنت فيها خطوط الاطفال اللي هي ميم كبيرة، الالف واخدة نص الصفحة، بيبان ان اللي كاتبها طفل. دي هتبقى لايقة قوي مع البريف. شخبطة الأطفال دي هتبقى مضحكة قوي. برافو يا فخر. طيب على كل حال يا جماعة، علشان الوقت ضيق، يبقى فخر وطارة يشتغلوا على الفكرة بتاعتهم، في نفس الوقت آسر وخديجة برضو يشتغلوا على الفكرة بتاعتهم. خديجه. حاضر خديجة. وانا يا ريس. انت ربنا يهديك يا شريف. يلا يا شباب بعد اذنكم. يلا. اتفضل. هات كرسي كده. تشرب ايه؟ لا شكرا والله. لا ما ينفعش، ما انت في مكتبي. طب بص، ده مشروبي المفضل، ما عنديش حاجات كتيرة بس ده حلو جدا. ممكن اقلع الجاكيت، حاسس الجو حر سيكا. ماشي يلا بينا. تفتكر الامهات هتعرف خطوط ولادها فعلا؟ مش عارفة، بيقولوا. بيقولوا ايه؟ الامهات دول عفاريت بجد. الام دي تعرف الكفت. انا بحس بجد الام دايما بتبقى علاقتها هي وبنتها علاقه خاصه مميزه كده. يعني بيبقى في حاله كده اللي هي بتحس الام عارفه عن بنتها دايما كل حاجه، لان الام بتبقى دايما مرت باللي البنت مرت بيه، فبيبقوا فاهمين بعض. يعني انا واثق ان انت هتلاقيكي قريبه من مامتك اكتر من باباكي. هي الام دي الصراحه حاجه عظيمه كده. يعني تحس ازاي الواحد يعيش من غير ام.
بتبقى حياته صعبه قوي. بس الأب برضو لما بيكون حنين بياخد دور الأب والأم في نفس الوقت. يعني أنا في حاجة كده بيني أنا وبابايا ما بتتعوضش. بحس إن هو عنده سوبر باور كده. أوقات بكون عايزة أقول له حاجة ألاقيه بيقولها لي. وبيقولوا إن البنت قريبة أكتر من باباها والولد من أمه. معرفش، مش عارفة. الله يرحمه. انا اسف والله، البقاء لله. البقاء لله. انا والله ما كان قصدي. لا ولا أنا كان قصدي، أنا آسفة جدا بجد. لا والله انا قعدت ادوس على الحكايه، معلش. طب تيجي نقرا لها الفاتحه كده، نروح نقرا لها الفاتحه صد رد. لا أنا مامتي مش مدفونة هنا يا فخر. أنت أصلا أول حد ما يسألنيش أنا منين. لا ماني لماح، خدت بالي من اللهجه. انت اسكندرانيه؟ لا طب استني، الضحكه دي فيومي تقريبا. لا. طب استني اللي هي غلب حماري. ماشي. أنا مامتي كانت من الأردن. يا دير بالك، شحوالك، كيفك، منيح، صح؟ يعني نص الحكي اللي قلته مش أردني، بس أنا خلاص رح أقعد معاك مرة هيك نحكي أردني، شو رأيك؟ بيعلمين. نشتغل بقى. نشتغل. يلا. بص يا سيدي، عيد الأم ده موسم عند الكلاينتس دول، فهقول لك نبقى انا ابويا خطاط. إيه؟ ابويا الله يرحمه خطاط. خطاط؟ أنت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ اقسم بالله بتكلم جد. ابويا ثانيه. هوريكي حاجات يعني. بصي ثانيه، ده خط يا ابويا، يعني هو بيكتب رقعه وكوفي ونسخ إيه ده؟ دي القريه بتاعتي اسمها درجلس، دي اليافطه بتاعت القريه. يعني تخيلي القريه اللي انا عايش فيها اسم القريه مكتوب بخط ابويا. لا ده تحفه بجد. يعني اقسم بالله الحاجات دي كمان قديمه. بصي دي حاجات هو كاتبها. يعني بصي. طب الحاجات دي لسه موجودة؟ بصي الصراحه انا مش عارف الحاجات دي فين بالظبط، بس انا لو شفتها هعرفها لان عارف خطه، وكمان بيمضي تحت الحاجه اللي بيكتبها بنفس كده، فاهمه؟ فانا عارف كمان امضته. يعني بصي ده اسم فخر في بيتنا. يعني هحكي لك حكايه. انا اسمي محمد صلاح فخر. امي كانت عايزه تسميني محمد، وابويا كان عايز يسميني فخر على اسم ابوه. ففي الاخر امي كلامها مشي الصراحه، بس ابويا فضل مصمم ان انا اسمي فخر، وبقت البلد كلها تقول لي فخر يعني والحاجات دي الصراحه وخلي بالك كل الحاجات دي هو كاتبها بالفرشه، يعني مش بقلم رصاص ويتمسح وشغل الهواه ده شكرا يا سيدي. لا اقسم بالله ما قصدي خالص يعني. والله بص يعني انت الخطوط كمان شغلك حلو كله. انت عارف ان دي دراستي؟ تحفه. انت جعان؟ باين عليا حاجه؟ لا اصل انا جعانة جدا. نروح ناكل؟ ماشي. يلا. يلا.